الحل عند البنات. تعليم البنات هيحسن العلاقات الأسرية، تعليم البنات هيقلل نسب الفقر، تعليم البنات هيحسن صحة الأطفال، تعليم البنات هيحسن من جودة وإنتاجية المجتمع. تعليم البنات هو الخلاص لكل العبث اللي احنا فيه. تعليم البنات هيقلل نسب الجرائم ضد البنات. لما نعلم البنات ويقدروا ينتجوا لنا جيل واعي، جيل قادر يفكر، الشيطان مش هيقدر يستخدم الجيل ده ضد بعضه. فعلشان احنا اللي مسؤولين دلوقتي عن ده فلازم ننشر الوعي. احب اقول لكم ان دين مع جهل افضل اداة في ايد الشيطان ضدنا، ودين مع علم افضل اداة ضد الشيطان في ايدينا. وعلشان نفهم ليه البنات لازم تتعلم، وعلشان نفهم ايه الدين وايه العلم، لازم نبتدي نشرح قصة سيدنا ادم بطريقة مختلفة شوية ونفكر فيها مع بعض بصوت عالي شوية. والحقيقة ان سبب الفيديو ده هو كمية كومنتات مختلفة من ناس كتير على فيديو نزلته بشرح فيه سلوك ام وتبريرها بعد فعل معين لابنها لما مراته. فكنت بشرح ليه الام فكرها راح انها تبرر بالطريقه دي. فاختلاف الكومنتات خلاني افكر اني لازم اعمل فيديو اشرح بالتفصيل كل الكلام ده، لان احنا ما زلنا في 2026 ولسه في ناس بتعترض على تعليم البنات، وفي 2026 لسه في ناس بتشتم في الجامعيات والموظفات، تخيلوا. وفي 2026 لسه في ناس بتنادي ان احنا ندخل البنات في البيت ونقفل عليهم بالمفتاح وما يتعلموش وما يعملوش اي حاجة خالص. طب يا عزيزي، البنت اللي مش هتتعلم دي مش مسؤولة عن بناء أسرة؟ مش مسؤولة عن تربية أطفال؟ مش مسؤولة إنها تخرج نفسها من الدنيا دي من غير ما ترتكب أي فعل إجرامي أو أي ذنب الشيطان هيحفر لها الحفرة بتاعته علشان يوقعها فيها؟ أنا عارفة إن كل ده مش هيجي في بالك، وإن أنت أداة في إيد الشيطان. ممكن تكون أنت مش عارف إن أنت أداة في إيد الشيطان، وممكن تكون عارف ومبسوط. فإحنا محتاجين نشرح حاجة معينة كده علشان الناس اللي مش مستوعبة إيه الصح من الغلط، والناس اللي مش مستوعبة إنها أداة في إيد الشيطان تفهم إنها أداة في إيد الشيطان. فعلشان كده يلا نفكر مع بعض وننور لمبة العقل.